المسيح بيقول إن الآب يسمع لينا كلنا في كل كلمة بنطلبها، بيسمع لينا في صلواتنا. يقول كده: ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت. النقطة دي بس يعني أنا النهارده بتكلم على الصلاة، بس النقطة دي مش عايز أفوتها. طلع بدعة شوية ناس كده يشتتونا، يقول لك: أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني؟ أهو يقول إيه: ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الآب خرجت. الابن خارج من عند الآب، مش من عند إيه؟ مش ولادة بشرية عادية، لا، هو من عند الآب. خرجت من عند الآب، عادها تاني، وقد أتيت إلى العالم. يعني عايز يقول هنا إيه؟ أنا موجود فوق الزمان وفوق المكان وفوق الإيه؟ العالم، بس أنا تنازلت وخرجت من عند الآب وجيت لفين؟ للعالم. وأيضا أترك العالم وأذهب إلى إيه؟ الآب، يرجع لمكانه تاني. لأن مكانه إيه؟ يقول كده: الله لم يراه أحد قط، الابن الجالس في حضن أبيه هو خبر. عشان كده بنحط في حضن الآب صورة الابن. ما عندناش صورة للآب. الآب لا يراه أحد قط. طب عايزين نشوف الآب. طب المسيح قال لهم: من رآني فقد رأى الآب. فبنحط إيه؟ الابن في حضن الآب. حبيت بس إيه أوضح الناحية العقائدية في الحتة دي، عشان مش كل حد إيه يقول لنا كلمة إحنا عشان مش شايفين كويس الكتاب المقدس فمش بنعرف نقول. هتكلم النهارده عن الصلاة. ليه ربنا ساعات مش مستجيب للصلاة؟ هنا بيقول إن الآب نفسه يحبكم عشان انتوا حبيتوني، وأي كلمة بتقولوها هو بيسمعها لكم وبيقبل صلاتكم. ليه ربنا مش بيقبل صلاتنا؟ كتير بنصلي وربنا مش بيقبل صلاتنا. هقول كم نقطة كده سريعة. أولاً إحنا مش بنصلي مشكلتنا في الروح. الروح القدس جوانا مطفي. عشان صلاتك تبقى مقبولة لازم تصلي في الروح. فأول حاجة، هل أنا بصلي ولا لأ؟ ده أول نقطة. طب أنا بصلي. طب هل أنا بصلي في الروح ولا مش بصلي في الروح؟ في واحد بيصلي عشان القانون بتاعه أو عشان يسكن ضميره. كتاب حلو كده بيتكلم عن صلاة القلب. ده كتاب الآباء اللي هم إيه اللي وصلوا درجات عالية قوي يعني. صلاة القلب، إيه صلاة القلب دي؟ قال لك دي أعلى من صلاة الفجر. إزاي بقى ده؟ طب أنا فكري أصلاً لما باجي أصلي بيسرع. مش ببقى مركز ولا كلمة، ممكن أقول أكر كلام وخلاص، لا. صلاة القلب دي أعلى بقى. صلاة القلب أنا يقول كده بتنزل فكرك لقلبك. أنت تقول لنفسك كده: أنا عايز فكري هنا وأنا بصلي ينزل لإيه؟ لقلبي. ومن القلب وأنت وبتصلي يبدأ يدق. هنا يبدأ يشتغل الروح. وهنا تخش في عمق الصلاة. تخش في عمق الصلاة وتبقى مش عايز تخلصها. دي اسمها صلاة إيه؟ القلب. طبعا الآباء السواح والنساك لو تقرا ليهم هتلاقي ليها تدريب كتيرة جدا عشان توصل لصلاة القلب دي. طب أنا بصلي، ربنا مش بيسمعني ليه؟ أولا مش بصلي في الروح، لازم أصلي في الروح القدس. في كتاب حلو اسمه الروح الناري، بيتكلم عن قد إيه قوة الروح القدس اللي جوانا ده يقدر يعمل حاجات واحنا مش مستفيدين بيه. انتوا متخيلين ايه الروح القدس؟ ده روح الله.
القدس ده ساكن جوانا احنا، يعني انت وانت جواكم روح الله. اللي جواه روح الله ده يعمل ايه؟ زي واحد ادينا له موبايل يعني اعلى امكانيات في العالم كله. اعلى امكانيات ايه؟ في العالم كله. وهو اخره مثلا بيلعب عليه جيمز. مش مستفيد مثلا بكل الامكانيات اللي فيه. احنا كده بالظبط. ربنا ادانا الروح القدس جوانا. الروح القدس ده يخلينا نعمل حاجات فوق الطبيعه. بالايمان طبعا. وبشرة ربنا. ونهزم الشهوات ونهزم انفسنا ونهزم العالم كله. بس احنا مش بنشغله جوانا. مش بنشغل الروح القدس. دي نعمة ربنا لينا ان ادانا الروح القدس. ممكن ربنا ما يسمعناش صلاتنا بسبب الخطية. الله لا يسمع عن الخطاة. أنا ماسك في الخطية وماسك في الشهوات مش عايز أتوب وأقعد أصلي يا رب أنت مش بتسمعني ليه؟ يا رب أنت بعيد عني ليه؟ طب ما أنت عايش في الخطية. أنت عايش في الخطية، ربنا يسمع لك إزاي؟ عشان كده بيقول إيه؟ طلبة البار تقتضم كثيرا في فعلها. كل ما الإنسان يحاول إنه يجاهد وينزع الخطية من جواه ويجاهد في حياة التوبة، ربنا يسمع له على طول. ليه؟ لأن شايف ربنا إيه؟ بيبص عليه بيلاقيه بيتبرر، بيلاقيه بيجاهد في اتجاه إيه؟ النعمة. ثم ربنا يديله سؤال قلبه. لكن واحد عايش في الخطية يقعد يطلب ربنا إيه؟ الناس بتتكلم بره يبقى. ممكن كمان في الطلبة ربنا ما يسمعنيش في الصلاة. امتى؟ لما اطلب طلبات رديئة. واحد كده يقف يصلي يا رب فلانة الفلانية انتقم لي منها يا رب. ده عملت فيا وسوت. يا رب فلان اللي عندي اتصرف فيه يا رب، خده كده يا رب كده اروح الاقيه كده اتشفط ولا الارض بلعته. انت عايز ربنا يسمع لك كده؟ طلبات رديئة. طلبات رديئة صح؟ ربنا يسمع لي ازاي؟ ده ربنا بيقول باركوا لعينيكم. احسنوا الى مبغضيكم. يعني هو يعمل معاك شر وانت تباركه وتصلي له. شفت بقى؟ تدعي له، ليه تدعي له؟ ليه يا رب انت بتقول كده؟ قال اصل انا بحبكم كلكم، اصل اللي انت بتدعي عليه ده برضه ابني وانا حزين عليه وانا عايزه يبقى كويس وانا عايزه يرجع للسماء. فمهما تدعي عليه ادعي له عشان ربنا يغير قلبه وهو كمان يخش السماء. فواحد زي ريانوس ولي أنصنة ده يعني أكتر واحد قتل شهداء مسيحيين. يعني كان بيتفنن في العذاب. مفيش حد ما عذبوش وقتله. وفي الآخر هو آمن. طب إيه رأيكم؟ ربنا يقبله ما يقبلوش؟ يقبله. أهو هيبقى قاعد وسط كل الشهداء اللي هو قتلهم. لو الشهداء دول في قلبهم ضغينة يا رب اهو كان الحد عندنا انتقم لنا منه بقى. صح؟ لكن انا قصدي لما يقابلوه فوق ويقولوا له ايه؟ احنا بنشكرك انك وصلتنا للسماء. احنا بنشكرك انك وصلتنا لايه؟ للسماء. وكمان جيت معانا، ليه؟ لأن احنا كمان كنا بنصليها في السماء. ايه الحلاوه دي؟ دي المحبه الحقيقيه، هي دي الطلبات اللي ربنا يسمعها. ممكن ربنا ما يسمعناش طلباتنا عندما تكون الطلبه من الظالم. يبقى واحد ظالم ويقعد يطلب من ربنا يا رب اعمل واعمل وسوي ربنا يسمع لنا ازاي؟ واحد مثلا مبهدل مراته يقعد يطلب من ربنا ياخدها ويعمل فيها، وانت اصلا مبهدلها وظالمها وطلع عينيها. ربنا يسمع لك ازاي؟ عندما تكون الطلبة من البخلاء. يقول كده ربنا ان اللي ما يسمعش صوت المسكين يصرخ ولا يسمع له. لو حواليك حد مسكين ومحتاج لك مش بس في فلوس، في اي مساعدة
بيصرخ ومحتاج يد معونه وانت تسد ودنك عن صراخه، ويكون جار ليك بيعاني وانت سايبه وهو محتاج معونه، هتيجي تصرخ انت كمان في وقت ضيقتك وربنا مش هيسمعك. دي كلها حاجات تخلي ربنا ما يستجيبش صلواتنا. حاجات تانية ممكن لما الطلبة تبقى في وقت متأخر. أكيد تطلب ربنا بس بعد فوات الأوان. زي إيه؟ عيسى لما ضاعت منه البكورية البركة. يعقوب راح دخل أخذها من أبوه ومشي، راح عيسى بيقول لأبوه اسحاق يلا أبويا باركني، قال له أخوك أخذهم كلهم، يعني ماليش أي حاجة. اتأخرت يا حبيبي. اتأخرت، ضاعت البركة عليك. الأرض مش هتطلعك. وحياتك كلها هتبقى تعب. كمان ممكن ربنا ما يسمعنيش لو في كبرياء، يقول كده الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم ايه؟ نعمه. خطيه الكبرياء دي خطيه وحشه قوي. بسببها مهما تطلب في صلاتك ربنا مش هيسمعك. انك تتكلم في الكبرياء. شفت الفريسي كان واقف ايه؟ انا بصوم وبصلي وبعمل مطنيات وانا احسن من الراجل اللي واقف هناك ده وانا 100 ده ربنا يسمعه؟ لكن العصار دخل وهو مكسور انا اللهم ارحمني الخاطئ خرج مبررا. خرج ايه؟ مبررا. يبقى اوعى يبقى عندك كبرياء ربنا مش هيسمع لك في صلاتك. ده بالعكس ده هيقوم. الله يقاوم المستكبرين. ما تتكبرش على حد، خليك انسان متواضع. ممكن كمان ربنا ما يسمعش للطلبة لما تكون لسه وقتها ما جاش. مشكلتنا ان احنا مش بنصبر. يبقى عايزين قرارات ايه؟ فورية. يا رب انا عايز البنت الفلانية، يا رب انا عايز الولد الفلاني، يا رب انا عايز اسافر، يا رب انا عايز الشغل الفلاني، يا رب انا عايز. ممكن يكون ربنا هيديهولك او هيجيب لك طلبتك بس لسه شوية. لسه ما جاش وقتها واحنا بنبقى مستعجلين. عايزين دلوقتي. عامل زي الطفل اللي هو ايه؟ ماشي مع ابوه وامه انا عايز اللعبه دي. انا عايز اللعبه، هات لي دي، حاضر يا حبيبي، انا هجيبها لك بس في عيد ميلادك، ما احنا متفقين في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا انا عايزها دلوقتي، انت لازم تجيبها لي دلوقتي، انت مش عارف يقعد يبكي ويصرخ. حبيبي كل حاجه ليها وقتها. كذلك احنا بنعمل كده مع ربنا. بصبركم تقتلون انفسكم. السيد المسيح بيقول كده. لازم نصبر. اطلب الطلبه. خلي بالك. الطلبة عند ربنا غير الطلبة عند الطلبات اللي نوديها في حتة تانية مثلا حكومة ولا في أي حتة. ممكن واحد أو أي حد بصفة عامة نديله الطلب يحطه في الدرج ويتقفل عليه خلاص ويتحط عليه التراب. لكن عند ربنا الطلب راح خلاص بيبقى واخد ختم الناس طار على طول على فوق. فربنا بقى يشوفه بقى مستوفي الشروط. لو مستوفي الشروط اللي احنا قلناها دي نفذ على طول. عندما تكون الطلبة ليست لصالح. ممكن واحد يطلب طلب للصالح، يا رب أنا عايز أسافر، أنا زهقت من البلد دي، ويقعد يعافر ويقدم في لوتري ويقدم مش عارف في منح ويقدم ويشوف فكرة غير شرعية و وربنا مقفلها عليه من كل ناحية. ليه؟ عشان عارف إن هو هيضطر، عارف إن هو لو راح بره هيضيع، عارف إن هو الطلب ده مش لصالحه، فربنا بيكسر عليه. يا بختك لو ربنا بيكسر عليك في طلبك، اعرف ان ربنا بيحبك ومحوط عليك من كل ناحيه. يا بختك لو ربنا منع عنك شخص معين او منع عنك شخص معين او منع عنك شغله معينه او سفريه معينه او طلبه نفسك فيها. يا بختك. دي معناها ان هو شايل عنك مصيبه، كارثه. عايزين في صلاتنا يبقى عندنا ثقه في ربنا. آخر حاجة هقولها، لو أنا قلبي مع ربنا هتبقى طلبتي حسب مشيئة ربنا فربنا هيعملها لي على طول. قولها تاني، لو أنا قلبي مع ربنا هتبقى طلبتي وفكري أصلا حسب مشيئة ربنا، فبالتالي ربنا إيه؟ هينفذها على طول. إيليا يا رب لا مطر ولا طل الا عند قولي. طبعا يا ايليا انا معاك. هو انت عاجبك الشر ده يا ايليا؟ لا يا رب مش عاجبني. عاجبك انت يا رب؟ لا مش عاجبني. خلاص يا ايليا حاضر، انا هوقف المطر.
طلبة البركة الطالب كثيرا في فعلها مهما كانت مستحيلة. الشعب طلبوا من موسى عايزين لحمة يا موسى، عايزين لحمة. راح موسى بيقول يا رب أنا الشعب ده تعب وعايزين مني وخدني أنا تعبت منهم. راح قال له خلاص يا موسى هديهم لحم. قال له يا رب أنا هجيب لهم منين دول؟ أنا غنم ولحم ده كله أكله. ربنا بيقول لموسى هو أنا إيدي قصرت معاك يا موسى؟ قال له شوف وبص أنا هعمل إيه. راح ربنا بعت شوية رياح جابوا السلوى من على البحر خلت الايه اللي هو السمان دوت حوالين المحله كلها مسافه يوم. يعني المحله الناس قاعدين الشعب زينا كده والطيور بقت حواليهم مسافه ايه يمشي كده في الصحراء مسافه يوم حواليهم الطيور، يعني يكونوا براحتهم. خير ربنا بعته خير. ربنا لو عايز يدي هيدي بس تبقى الطلبه ايه حسب قلب الله. لكن هم لما اشتهوا ما بقاش عندهم ايمان، قعدوا يكبعوا لدرجه ان هم كوموا كل واحد فيهم كده جدا. بيقول لك وهم بياكلوا راح ربنا اداهم ضربه خلاهم ناس كتير منهم ماتت. ليه؟ لانهم اشتهوا. انا هديك الطلبه بتاعتك، عايز فلوس هديلك فلوس، بس لو اشتهيت الفلوس وحطيتها فوق دماغك هتموت. هديك فلان الفلاني لو عايزه، بس لو انت حبيته اكتر مني مش هتستحقني. هديك الشغل الفلاني ولا السفر الفلاني، بس لو تهت عني مش هتخش السماء. وهو بيقول لك كده كتاب وبعد اللحم في افواههم ماتوا لانهم قد اشتهوا. يبقى انا هنا الطلبه بقت ماديه ورجائي كله بقى مادي ما بقاش ايه سماوي فادى الى موت. فعشان كده ربنا كتير مش بيسمع لنا، لكن عايز ربنا يسمع لك خلي طلباتك روحيه، اقرا في الكتاب المقدس عشان تعرف قلب ربنا وتبقى طلبتك حسب قلب الله. لله المجد الدائم والابد.